حلقة النهاردة نار، جاي اقول لك تشكيلة النادي الاهلي قدام الزمالك في نهائي كاس السوبر، وكمان هقول لك توقعاتي، يعني هحرق لك الماتش. لو انت بتخاف من الحرق ما تكملش التوقعات للماتش دوت. النتيجة هتبقى كام، وكمان جاي مش هدافع عن المدرب، بس جاي اوضح ايه الاخطاء اللي الناس بتقول عليها المدرب عملها، بس هو مش غلطة المدرب، هي كانت غلطة اللعيبة. وكمان هقول لك في اخر الفيديو مفاجأة مدرب الزمالك اللي ممكن يعملها ويفاجئ بيها كل الاهلاويه. عشان كده عايزك تركز معايا، خليك معانا، دي الدنيا ولعانه. بس قبل ما اجاوبك على كل الاسئله دي، عايزك تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في غزه والسودان، وتعمل فولو ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات، ويلا بينا نبدا. اول حاجه هقول لك عليها ميعاد الماتش. ناس كتير محتاره ومتلخبطه وبيقولوا كلام غريب. يا جماعه الماتش ميعاده فعلا الساعه 5:30 يوم الاحد اللي هي 11/9. هتقول لي لا 7:30، اقول لك لا 7:30 بتوقيت الامارات، لكن عندنا احنا 5:30. الماتش بدري اول مره، لكن دوت بتوقيت الامارات. الامارات عندها نظام وسيستم، وعايزه الناس اللي هيتفرجوا يخلصوا الماتش بدري ويروحوا ويوصلوا لبيوتهم عشان عندهم دوام تاني يوم، يعني عندهم شغل. بلد منظمه، لكن احنا بنسهر وبنديله يدي ومفيش مشكله. فالماتش الساعه 5:30 يوم الاحد. نخش على النقطه اللي بعد كده اللي كله مستنيها، تشكيله النادي الاهلي. بس قبل ما اقول لك عليها عايز اقول لك معلومه كده فنيه. الناس جايه تنتقد المدرب بتغييرات المدرب في الماتش اللي فات. انا مش جاي ادافع عنه، بس جاي افهمك هو كان عايز ايه. المدرب الستايل اللي كان عايز يعمله اللي هو كان، او طبعا كان هدفه اللي هو يجيب اكتر من جون، بس جراديشار ما وفقوش، بس جاب جونين، يعني كان فرق جون يعني يعتبر. فخلاص الوقت اتاخر، فهو خطته عارف ان الفريق اللي قدامه هيبدا يهاجم هجوم قوي جدا لدرجه ان الخطوط الدفاعيه هتتقدم وهيسيبوا مسأل بين الدفاع. ده الطبيعي لما تكون خسران في بطوله زي ديت فعايز تكسب. فهو قال لك لا، انا هسحب المهاجمين اللي عندي عشان احافظ على صحتهم للماتش اللي جاي، وفي نفس الوقت هنزل مدافعين يعملوا اتوبيس يقفلوا الدنيا عشان يداروا على غلطات المدافعين الموجودين، وفي نفس الوقت نزل 2 صراع على اساس يجيب هجمات مرتده. وفعلا شفنا 3 هجمات مرتده. لولا اللي عندنا طاهر وعبد القادر كان زمان النتيجه دلوقتي بقت 5-1. يا عم قول الفرقه اللي قدامنا جابت جون هتبقى 5-2. وللعلم ده السيستم اللي هو ماشي بيه الفتره دي، هو هيلعب بالطريقه ديت، هو ده ستايله مع الامكانيات المتاحه دلوقتي في النادي الاهلي. انت ما عندكش ابو تريكه وبركات ووائل جمعه عشان تقول لي انا ليه انزل اعمل اتوبيس. لا، ده على قد امكانياتك يا باشا، ودوت هنرجع له في التوقعات. ركز بس في الحته دي، هنرجع له في التوقعات اللي هقولها. نخش على النقطه اللي بعد كده، تشكيله النادي الاهلي. تشكيله النادي الاهلي مش هتختلف كتير عن الماتش اللي فات، بل بالعكس هيبقى فيها تغيير واحد ممكن او 2. نبدأ بالجون، هيبقى الشناوي. قلب الدفاع هيبقى ياسر ابراهيم وياسين مرعي. ربنا يسترها علينا منهم. مرعي مش تندفع، مش تطلع تجري، مش تاخد الموتوسيكل وتفلق، لا اركز شويه. والباك اليمين هيبقى عندنا محمد هاني. الباك الشمال هو ده اللي ممكن يبقى فيه تغيير، بدل كوكا يبقى محمد شكري. يعني هيبقى كوكا محمد شكري، بس بنسبه كبيره الماتش ده هيبقى محمد شكري. طبعا قدامهم هيجي اليو ديانج المبدع الفنان، اللي لو ركز، والله لو ركز اليو ديانج الماتش ده ان شاء الله هنكسبه. هيجي بقى، يعني كان اليو ديانج ومروان عطيه وزيزو، لا هيبقى اليو ديانج ومعاه بن رمضان احتمال بنسبه 90% ينزل اساسي الماتش دوت. بن رمضان نزل في الاخر قلب الدنيا، ولو مركز هيفرق معانا جدا. وهيبقى جنبه يا زيزو يا تريزيجيه. تمام، يعني هي النقطه كده، يعني قول زيزو، يعني اليو ديانج، بن رمضان، زيزو، قدام راس الحربه جراديشار وبن شرقي وتريزيجيه. تمام. بس لما نيجي نعمل مرحله الاتوبيس، لو جبنا جون هنعمل الاتوبيس. فلما هنعمل الاتوبيس مين اللي هينزل؟ المره اللي فاتت نزل عبد القادر وطاهر، لا المره دي هينزل عبد القادر ومحمد عبد الله بدل طاهر. يعني انا بقى دي النقطه اللي جاي اتكلم فيها، غلطه المدرب الوحيده اللي انا من وجهه نظري اللي عملها الماتش اللي فات، اللي بدل طاهر كان ينزل محمد عبد الله. كان زمان الفرص اللي جت دي جبت منهم جون او جونين على الاقل. فهي دي الغلطه الوحيده، لو هتقول لي غلطه المدرب عملها، انا بالنسبه لي هي دي الغلطه الوحيده. لكن غير كده شابوه للمدرب ده، انا عاجبني جدا ومقتنع بيه على قد امكانياته. طيب ندخل، قبل ما اقول لك المفاجاه اللي ممكن يعملها مدرب نادي الزمالك، هتبقى مفاجاه هتزعل كل اهلاوي. ندخل على توقعات يا باشا. انا بالنسبه لي اول حاجه فوز النادي الاهلي، نركنها على جنب.
طب النتيجه يا معلم، عجبني السؤال. النتيجه بتعتمد مين اللي هيمشي الماتش زي ما هو عايز. مش عايزها اجعلصها واصعبها، هقول لك باختصار. يعني لو نادي الزمالك كان ماسك الماتش هيخلص ضربات جزاء بفوز النادي الاهلي ان شاء الله. لو نادي الاهلي ماسك الماتش هيخلص بفوز النادي الاهلي بسكور على نادي الزمالك. سكور، هو من امتى بنشوف سكور؟ اقول لك سكور يعني 3-1 او 4-1. يلا بينا. طب ازاي ده ممكن يحصل؟ ركز في الكلام، ركز في الكلام عشان تفهم انا بقول كده بناء على ايه، عشان ما تجيش تقول لي توقعك ما حصلش. بقول لك كده بناء على الماتش اللي فات. نادي سيراميكا كليوباترا مش نادي ضعيف على فكره. النادي الاهلي لو قدر يمشي الماتش ويجيب جون في اول الماتش ويخلي فيه فرق جون او جونين بينه وبين نادي الزمالك، نادي الزمالك هيفتح خطوطه وهيهاجم. نادي الزمالك هيلعب ماتش مقفل ممل بيعتمد على الهجمات المرتده. فلو نادي الاهلي جاب جون، نادي الزمالك يبدا ايه؟ عايز يعوضه، فهيبدا يفتح خطوطه ويهاجم. ساعتها لو المدرب عمل خطه الاتوبيس اللي عملها الماتش اللي فات مع تغيير طاهر، بدل طاهر محمد عبد الله واحمد عبد القادر كان مركز، ساعتها ممكن تخطف كمان جونين، يعني ممكن تخلص 3-1 4-1. فانا بقول لك نتيجتي او توقعي هيبقى 3-1 او 4-1 للنادي الاهلي ان شاء الله. لو نادي الزمالك مسك الماتش، النادي الاهلي يكسب ضربات جزاء. ندخل على النقطه الاخيره، هي ايه المفاجاه اللي ممكن يكون محضرها مدرب نادي الزمالك. اولا مدرب نادي الزمالك لعب ماتش بيراميدز كما يقول الكتاب. المدرب ده انا بتنبأ له هيبقى في حته كبيره. مش هيكمل مع نادي الزمالك، لان نادي الزمالك وبيراميدز والاهلي لازم مدرب اجنبي، عقده الخواجه. ف... فانا المدرب ده شايفه لو مسك فريق فيه امكانيات هيطلع منه احسن حاجه. طيب ايه المفاجاه اللي ممكن يكون محضرها؟ ممكن يفاجئنا في حتتين. اول نقطه اللي هو يعمل عكس توقعات المدربين والناس اللي ليها في الكوره، وينزل ماتش الاهلي لا انا ههاجم، انا اصلا عايز اكسب في الوقت الاساسي، مش هستنى ضربات جزاء، مش هعمل زي ما عملت مع بيراميدز. دي ساعتها هتبقى مفاجاه هتربك اي حد. بس طبعا اكيد هم في المدرب مجهز للبلان دي، بس انا بقول لك وجهه نظري. المفاجاه الثانيه اللي ممكن ينزل اخوان الفينا. لو اخوان الفينا فعلا جهز واستعد ممكن نتفاجئ بيه بالتشكيله. ايه يا عم ده هو مش متصاب؟ لا يا عم نزلته شغل. الله يمسيه بالخير. السير اليكس فيرجسون كان قبل ماتشات مانشستر يونايتد في دوري الابطال يقول لك يطلع لك لعيب متجبس، لعيب ماشي بعكاز، هوب تلاقيه في التشكيله. تربك ديت خطه الخصم. فدول المفاجاتين اللي ممكن يفاجئنا بيهم. انت اكتب لي توقعاتك في الكومنتات، مين اللي هيكسب والنتيجه كام كام، ولا ايه؟ قول توقع صح، حط اسمه والتوقع بتاعه في الحلقه اللي جايه. ولو الحلقه عجبتك يبقى لازم تعمل لايك وسبسكرايب وفولو وتفعل زر الاشعارات. وبس كده.